ال اتش. اف اس اتش ده جاي من اختصار من كلمه فوليكيولار ستيميوليتنج هرمون. فوليكيولار يعني حويصله او المحوصل، ستيميوليتنج كلمه ستيميوليت يعني يحفز، هرمون الهرمون المحفز لتكوين الحويصله. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ طيب يا ترى ده في الذكور ولا في الاناث؟ تعال نعرف القصه ماشيه ازاي. لو جينا للذكر، ايه الغدد الجنسيه؟ ده المنبه للمناسل، هينبه للمناسل. ايه المنسل او المناسل بتاعت الذكر؟ الخصيه. يبقى تعالوا نفتكر رسمه الخصيه. الخصيه بتبقى شكلها كده، ده شكل كروكي بهذا الشكل، في دوريات حاجه اسمها انيبيبات منويه، وفي خلايا هنا في النص ما بينهم اسمها خلايا بينيه. يبقى الخصيه فيها كام جزء؟ فيها جزئين. اسمها ايه الجزئين دول؟ اول جزء انيبيبات وخلايا بينيه، خلايا بينيه. الانيبيبات دي اسمها انيبيبات منويه. خلاص. دلوقتي انا عندي كام هرمون؟ عندي هرمونين. احنا نشرح في الرجاله الاول. تعالوا نشرح في الرجاله الاول وبعدين ايه نشوف القصه دي. ادي هرمون الاف اس اتش في الذكور. يا ترى بيهبب ايه في الذكور؟ الاف اس اتش والال اتش في الذكور. انا بقول لك دول هرمونات اسمهم منبهه للمناسل، فانت بتسالني يعني ايه مناسل؟ يعني الخصيتين في الراجل والمبيضين في الست. رحنا رسمنا الخصيه ونشوف هو هيروح وده يروح يعمل ايه وده يروح يعمل ايه. انا رسمت لك الخصيه في جزء اسمه الانيبيبات بالازرق اللي انا عامله، وجزء اسمه خلايا بينيه بالاخضر. انت عندك كام جزء كده؟ جزئين. عندك كام هرمون؟ هرمونين. يا حبيبي ما توزع كل هرمون ياخد واحده ويشتغل عليه. طيب مش ده محوصل؟ كلمه حويصله يعني كيس بهذا الشكل. فتدي الاف اس اتش والال اتش لمين؟ انا اروح امسك الاف اس اتش واقول ايه؟ هو المسؤول عن تكوين انيبيبات منويه. انا كل ده في الذكور، مسؤول عن تكوين انيبيبات منويه. يبقى الاف اس اتش في الذكور اف اس اتش مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن تكوين الانيبيبات المنويه وما بداخلها. يبقى داخلها ايه الانيبيبات دي؟ من حيوانات منويه. يعني الانيبيبه دي بيبقى داخلها الحيوانات المنويه. يبقى اول حاجه الاف اس اتش في الذكر مسؤول عن تكوين الانيبيبات. باقي ايه من الخصيه؟ باقي الخلايا البينيه. باقي ايه من الهرمونات؟ باقي ال اتش. يبقى ايه وظيفه ال اتش؟ وظيفه ال اتش تكوين الخلايا البينيه. طب بتعمل ايه الخلايا البينيه؟ التي تفرز التستوستيرون اللي هو هرمون الذكوره، جاي من كلمه تستس بالانجلش عن الخصيه. فالهرمون اللي طالع من الخصيه بتاع الذكور اسمه تستوستيرون. يبقى تكوين الخلايا البينيه التي تفرز التستوستيرون. طب ايه وظيفه التستوستيرون؟ ده ليه وظيفه. 1 2 وظيفه التستوستيرون ظهور الصفات الثانويه الذكريه، وهقول لك زي ايه، ونمو الحويصلتان المنويتان والبروستاتا. ايه قصه هرمون التستوستيرون ده؟ ده هتعرفه في فصل التكاثر. هرمون التستوستيرون هذا الهرمون هرمون الذكوره. طيب ليه كم وظيفه؟ ليه وظيفتين. قال لك الوظيفه الاولى ظهور الصفات الثانويه الذكريه. ايه الصفات الثانويه الذكريه؟ عارفين طبعا انتوا الولاد لما بتبلغ في ايه يا قلم بقى؟ لما الولاد تبلغ، الولاد وهي بتبلغ بيخشن صوته ويبدا يطلع شعر في الدقن بتاعه وتحت الابط، ويبدا عضلاته تكبر ويطول. مين الهرمون اللي كان مسؤول عن هذه القصه؟ هرمون التستوستيرون. يبقى مسؤول عن ظهور الصفات الثانويه الذكريه، وعرفتهم. وركز على نمو العضلات، عشان كده العيال في الجيم تلاقيهم بيضربوا تستوستيرون عشان يكبروا عضلاتهم. طيب الوظيفه الثانيه ودايما الناس بتنساها مش عارف ليه، نمو الحويصلتان المنويتان والبروستاتا، ودول هندرسهم في فصل التكاثر. خلاص. البروستاتا دي موجوده حول عنق المثانه البوليه، والحويصلتان المنويتان دول كيسين بيطلعوا غذاء للحيوان المنوي. ده ناخده في فصل التكاثر. يبقى تاني ال اتش ليه وظيفه في الذكر وليه وظيفه في الانثى. احنا بنتكلم على الذكر دلوقتي، اتكلمنا على الاف اس اتش في الذكر والال اتش في الذكر. الاف اس اتش اديته مين؟ اديته الانيبيبات. انا بذكاء بذاكر، لازم اذاكر بذكاء. مش انت عندك الخصيه جزئين، جزء فيه انيبيبات وجزء فيه خلايا بينيه. انا عندي كام هرمون منبهين للمناسل؟ عندي 2، اف اس اتش وال اتش. اروح اقول الاف اس اتش وظيفته تكوين الانيبيبات المنويه داخل الخصيه وما بداخلها من حالات منويه. ال اتش وظيفته تكوين الخلايا البينيه التي تفرز التستوستيرون. ايه التستوستيرون ده؟ ده الهرمون بتاع الذكوره. بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين: ظهور الصفات الثانويه الذكريه عند الرجاله زي خشونه الصوت ونمو الشعر ونمو العضلات، وتاني حاجه نمو الحويصلتان المنويتان والبروستات. ده بالنسبه للتستوستيرون. وبالنسبه للاف اس اتش والال اتش انا كده خلصت وظيفه الاف والال في الرجاله. ادخل على وظيفتهم في الاناث. ايه وظيفه الاف اس اتش وايه وظيفه ال اتش؟
طيب هو ايه المناسل اللي في الستات؟ المبيضين. طب ما ارسم لي المبيض واحنا نعرف. رحنا جبنا كده هذا الشكل ورسمنا المبيض، وقلت لك انا هقسم المبيض نصين، نص فوقاني ونص تحتاني. في دوره هناخدها اسمها دوره الطمس. دوره الطمس وانا بشرح دلوقتي شرحتها لك، فانت لما تيجي في التكاثر اقول لك ولا احنا خدنا جزء كبير منه. طيب لان دول كلهم في التكاثر، بس انا مرميين كده في الهرمونات كمعلومه ومحدش بيشرحها وبيستنوا للتكاثر. انا فهمتهم لك وفهمتك جزء التكاثر ورسمه الخصيه، فترتاح في التكاثر جدا. هنا بيبقى في خلايا اسمها خلايا منويه اوليه، انسى اسمها يا سيدي. في هنا حاجه اسمها حويصله جراف. حويصله جراف الدوريات دي حاجه اسمها حويصله جراف، وداخل حويصله جراف البويضه. البويضه دي بتتحرر في اليوم ال 14 في دوره الطمس، ده هنعرفه قدام. بس انت شايف حويصله جراف بيحصل لها ايه هنا؟ نمو او نضج. مين المسؤول عن نضج حويصله جراف؟ يا راجل يا مفتري، ده انا بقول لك حويصله، هيبقى مين فيهم؟ الاف اس اتش. يبقى ايه وظيفه اف اس اتش في الانثى؟ نمو او نضج حويصله جراف، وده بياخد 10 ايام في دوره الطمس في الاناث البالغه. خلي بالك الاف اس اتش والال اتش في الاناث وظيفته بتشتغل عند البلوغ بس، عند البلوغ بس. تمام؟ ركز معايا. هنا حويصله جراف، يبقى لو سالك على وظيفه الاف اس اتش في الانثى في المبيض، مسؤول عن نضج حويصله جراف. يجي بقى الهرمون الثاني اللي هو مين؟ احنا كده قلنا ده الاف اس اتش في الحته دي. وحويصله جراف وهي بتنضج هنا بتطلع هرمون اسمه استروجين، وهنعرف وظيفته. الاستروجين ده هرمون الانوثه، مسؤول عن ظهور الصفات الثانويه الانثويه، وليه دور في دوره الطمس، بيعمل على النمو بطانه الرحم. ما تشغلش بالك بالجزء ده كله في دوره الطمس، هتلاقيه في فصل التكاثر. يبقى الاف اس اتش جه من النخاميه، عمل نضج حويصله جراف، نضج حويصله جراف في المبيض. وهو المبيض لما حويصله جراف بتنضج فيه بتطلع هرمون اسمه استروجين، او ليه اسم تاني اسمه استراديول. طيب تيجي البويضه في اليوم 14 بيحصل ليها تحرر البويضه، تحرر البويضه في اليوم 14، ويتكون من حويصله جراف حاجه اسمها ايه؟ الجسم الاصفر. ده حاجه اسمها الجسم الاصفر. هذا الجسم الاصفر ده بيفرز هرمون اسمه بروجستيرون. يبقى الجسم الاصفر ده بيطلع لنا هرمون اسمه بروجستيرون، ده هرمون الحمل. الستات وهي حامل هذا الهرمون بيبقى مرتفع جدا اثناء الحمل عشان يثبت الجنين ويغذي الجنين، ويعمل على زياده سمك بطانه الرحم. بيزود سمك بطانه الرحم، ده الكلام ده في التكاثر، اسمعوا خلاص بقى خلاص. ويزود الامداد الدموي للرحم عشان يستقبل جنين. ده مين؟ ده البروجستيرون. انت عايز تقول لي كده ان ال اتش جه هنا حرر البويضه وكون الجسم الاصفر، والجسم الاصفر لما اتكون طلع بروجستيرون، يعني هرمون جه من النخاميه خلى المبيض يطلع هرمون تاني، هرمون جه من النخاميه خلى المبيض يطلع هرمون تاني. يبقى انا بحب اقولها بهذه الطريقه، مش انا كان عندي اف اس اتش جاي من النخاميه وال اتش جاي من النخاميه، دول راحوا للمبيض هما الاثنين، خلوا المبيض عمل ايه؟ الاف اس اتش خلى المبيض يطلع استروجين، والال اتش خلاه يطلع بروجستيرون. مين اللي طلع الاستروجين؟ حويصله جراف. مين اللي طلع البروجستيرون؟ الجسم الاصفر. خلاص؟ يبقى هرمون جه من فوق خلى الغده طلعت هرمون تاني، جه هرمون خلى الغده طلعت هرمون تاني. يبقى ده شكل المبيض، بنقسمه نصين، اول 14 يوم في الدوره واخر 14 يوم في الدوره. طبعا في حته زياده هنا بيتحول لجسم ابيض لو حدث ضمور ليه، لو الست ما بقتش حامل فتيجي دوره عاديه جدا. انسى الدوره بس افهم وظيفه الاف اس اتش، نضج حويصله جراف. اما ال اتش تحرر، ال اتش تحرر بويضه في اليوم ال 14. 2 تكوين الجسم الاصفر، والجسم الاصفر ده بيطلع بروجستيرون، ده بيزود امداد دموي للرحم، امداد دموي، ويزود سمك بطانه الرحم، ده كله في فصل التكاثر الكلام ده. اما الاستروجين ده مسؤول عن ظهور الصفات الثانويه الانثويه ونمو بطانه الرحم، وليهم دور في دوره الطمس. كده انا خلصت الاف اس اتش والال اتش والجروث هرمون.